اوتلو يتألق، رايدن ما زال يحاول واوتلو يعطي الضغط المتواصل، رايدن ما زال يتلاعب يتراقص، ها هنا متواجد رايدن مع اوتلو. بو 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 شوف الاصابات المستمرات مع جامب شوت اللي تعد محط انظار كل اللاعبين نظرا لتوفرها على مؤونته الكثيره ونظرا لتوفرها على عدد لا متناهي من الاسلحه. وننتقل بالكاميرا على طول الى شيبو ابو شيب الذي يبحث عن اول اقتناصات. ابو مشعل يغادرنا من اول دقائق المباراه، لكن الجميل في الامر مباراه النص تعطيك ادفانتج وافضليه ثانيه مفاده ترجع للاجواء المباراه، لكن على الرجوع راح يكون زي المغادره ولا لا؟ يا ولد الله على شوت كان شكون تفضوا. هذا الذي حدث في هذه اللحظات. شيبو ما زال يتواصل ولكن الجامب شوت من مين؟ من سلطها قد عاد هنا في هذه اللحظات. بالإقدام متبادل، مواجهة مباشرة ها هنا متواجدة. يا بس يعني يا ولد دير بالك يا عبسي، دير بالك دير بالك دير بالك دير بالك دير بالك. الله الله الله، ما الذي يحدث هنا على اراضي النص يا ساده؟ اوتلو يتدخل على مين؟ على اللاعب السلطي ليكون خارج المعادله، ولكن الجميل في الامر انه اللاعبين قاعد يستغلون الريكاب المتواجد او الريكول المتواجد المباراة المتواجد، ولكن ابو عطا بالدي بي اس ينهي الموضوع. نعم نعم نعم، مباراة مشتعلة يا سادة يا كرام، فخلي نتابعوا نشوف. اوتلو عنده الانفورميشن، يو ام بي اس ام جي متواجد. يا اوتلو يا ايها المشاكس المتواجد، مثل يبحث يمين يسار، يبحث عن الزاوية يا ولد. الخبرة متواجدة، الخبرة واضحة من أول الذي سيحاول أن يحكم هذا المكان وهذا الزمان. يا الله، تدخل سليم ونهاء ولا أروع، هو المواجهة المكان الثاني. هذا المكان الثاني يهدأ قليلا. شوتجن كانت أن تكون لكن الشوتجن مرة ثانية. يا ولد يا مجنون أبو غازي بالتسجيل الأولى من العيار الثقيل. يا ولد جن جنونك يا أبو غازي باللحظات الماضية. إيش منك لاعب، إيش منك منظم، إيش منك صانع للفرحات، إيش منك صانع للتحديات يا عزيزي يا أبو غازي. شوتجن بالتريبل إليميناسيون بالبرازيلي بالعربي، 3 قتلات على يديك يا أبو غازي. حاليا يتواجد امامك واحده من الصلوات الصعبه، اس 6 دانا البنت المتواجده امامنا. دي بي اس بدي بي اس، شوت جن بشوت جن، مين راح يكون عنده القرار الاخير؟ سولو فيرسس سولو على طريقه المستودع. ابو غازي ينتظر، ابو غازي يترقب، هل راح نشوف جامب شوت مباغته لدانا ام دانا لديها رده الفعل الكافيه لاقتناص وكذلك اقصاء احلامك يا ابو غازي؟ سبراي جميل بالفور لكن لم يكن كافي باقصائها من معادله المباراه. عمور جيمن يغادرنا على يد خسي جيمن من ناحيه ثانيه، ودانا يتراجع وتستدرك الخطى، تدري انه ابو غازي على مقربة منها، ما فماش إليمينيشن بتاتا يا عزيزي. دنفر دانا تتراقص يمينا يسارا وابو غازي يبادلها نفس التراقص، لكن من سيرقص على جثة الثاني؟ ثواني معدودة وسنعرف مين يعني. نعم، جلادياتور هو الذي يتدخل بإطلاق نار دقيق. أنت الماكينة التي لا تخطئ في الهدف، حركات سريعة وتنسيق مثالي. ما زال يحاول الآن هنا في هذه اللحظات. يلا يا أبو غازي، تبغى تتعامل يا أبو غازي، ما فماش الرحمة، ما فماش ثانية للتفكير. يا رهيب يا رهيب، تحرك استباقي وذكي، لا يستطيع أحد التنبؤ بخطواتك يا جلادياتور. تدخل والأروع ليكسب به سادس الإقصاءات هنا في أرض المباراة. وارض المباراة راح تشتعل بالنار بعد ثواني معدودة، وبالخصوص تواجد ما يقارب 18 لاعب بالتمام والكمال. جلادياتور بما يقارب 6 نقاط اكتسبها باول دقائق المباراة. ابو غازي من ناحية ثانية اكتسب لنفسه ما يقارب 3 نقاط، لكن المعمعة الاكبر متواجدة بالساينس فاكتوري، والمعمعة الاكبر هي اللي راح نشوفها بعد انتهاء هذه المباراة والمباراة الخامسة وكذلك السادسة، اللي راح يحددون بشكل مباشر مين راح يتربى له عرش الصدارة. ابو خليل من ناحية ثانية تواجد بعيد كل البعد عن اي شيء راح يهدد تواجده بالجولة الرابعة، ومن ناحية ثانية اس 6 ابو عطا
ليست لديه أي نقاط تذكر، لكن حاط صوب أعينه التألق ولا شيء غير التألق. وإحنا نعرف بشكل مباشر الحيطة والحذر دائما تخليك تتواجد لين آخر دقائق المباراة من ناحية ومن ناحية ثانية. رايدن 1 في 99 الجميع يطالب، أعيد وأكرر، الجميع يطالب بريمونتادا على طريقة الكبار وعلى الطريقة الرايدنية. أوي أوي أوي، رايدن يصل إلى المكان هنا في هذا الزمان في هذه اللحظات محاولا كتابة الرواية. كيف سيتعامل رايدن؟ 3 elimination، 3 إقصاءات، 3 ضحايا قد مروا على أيادي رايدن في هذه اللحظات. ما زال يحاول، ولكن دير بالك دير بالك دير بالك، راح يحاطوا يتنفل يحاطوا. شوف الحركات شوف الحركات الآن، شوف المواجهة المتواجهة يا سادة الكرام. رايدن يتلقى ضربات، رايدن وأوتلو يتألق. رايدن ما زال يحاول وأوتلو يعطي الضغط المتواصل. رايدن ما زال يتلاعب يتراقص ها هنا متواجد رايدن مع أوتلو. بو 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 شوف الإصابات المستمرات ما جاب شو. اولا لا اولا لا اولا لا اولا لا، ما فماش رحمه يا اوتلو يا ولد يا مجنون. مشاكس على اراضي البابجي موبايل، تعاون ولا اروع بين الذكاء والاي كيو واتخاذ الخطوات. لاعب متعدد المواهب، تألقت في كل نوع من المعارك، وها هنا التألق على مين؟ على رايدن البطل الكبير. وفعليا تألق جميل جدا من الخارج عن القانون. اوتلو الذي اقصى احلام رايدن باللحظات واللقطات وكذلك المشاهد الماضيه. 3 اقصاءات مفاده 3 نقاط ترتكز عليها. ما هي خطوتك القادمه وما هي استراتيجيتك القادمه اللي راح تطبقها على اراضي نوصة؟ وبالخصوص ان نعرف ما ظل قدامنا الا مباراتين فقط لا اقل ولا اكثر. هي الفرصه الاولى والاخيره لكل اللاعبين انهم يعدلون جدول الترتيب العام، يعدلون النقاط اللي قصتهم. ومغادرة رايدن أكيد لن تفرح أبدا أوجه المتابعين المتواجدين معنا بالبث الحي الذي يهتفون باسم رايدن، الذي يشجعون رايدن كل التشجيع، الذي يطمحون ويبحثون من رايدن عودة من بعيد. وهذا السيناريو متاح إلى أبعد حد. G2K جلاديتر الجلاد، هذا هو اسمه المعنى الحرفي لجلاديتر، يتواجد أمامنا بالفليم فيلج على مقربة من كل من دايسون وكذلك ال SC6 اوتلو. كلارك اب يتواجد بالشق الشمالي، وبينما احمدكو فيسبوك يتواجد كل البعد عن اي خطر يهدد تواجده باخر لحظات المباراة. ابو شيبو من ناحية ثانية يرتكز على الاداء والاستمرارية في تحصيل نقاط. ممكن للوهلة الاولى ان نشوفها مركز رابع بنقطة الى نقطتين، لكن على مدار المباريات ككل المدى المستمر يخليك تبرز بأبهى الحلل. هدوء يخيم على أجواء نوصة يا عزيزي دنفر. وبالخصوص أنه أول دقيقتين شفنا معمعة بامتياز. نعم، الامتياز أن كل لاعب يحمل قصة خاصة وحلما جميل، يناضل ويتحدى ويسعى لتحقيق الانتصار العظيم. في كل حركة يعكسون قوة الإرادة والتفوق. بين الأعداء الإخوة ينسجمون في كتابة قصص وروايات هنا على أراضي نوصة. أيها اللاعبون العظام، أنتم الأمجاد المشرقة، فكيف ستتعاملون لكي نرتقي بأصوات الجماهير التي تحاول أن تصافح أرواحكم النبيلة، فلنتبادل الاحترام والتقدير ومنافسة شرسة يا أبو خليل. كيف راح تتعامل يا أبو خليل مع يحيى يا أبو خليل؟ DBS يا أبو خليل، رمز من رموز العراق يتألق، رمز من رموز العراق يتلقى ضربات وإصابات. هنا يحاول الانسحاب من المكان، 1 HP يخطف. نعم يخطف من مين؟ من يحيى YG بخطوات متقنة. كان له الكلام العالي. يا إلهي، ما الذي حدث هنا في هذه الثواني عزيزي فلانكر؟ والله مواجهة جميلة، لكن تدخل طرف ثالث من مكان ثاني هو اللي خلى أبو خليل في ورطة ومأزق، وكذلك موقف لا يحسد عليها. لكن المشاهد تأخذنا لمكان ثاني بجيت كيبين على طريقة الكبار من وطن الذي يطبقه على أحمدكو فيسبوك الذي يتواجد على مقربة منه. لديه كل الدراية أنه يتواجد برا منطقة اللعب، والضغط المباشر راح تكون عبارة عن إسقاط وإقصاء ونقطة إضافية في جعبة هذا الأخير اللي ممكن نعدها بشكل مباشر أنها سهلة إلى أبعد حد. أحمدكو فيسبوك الحسابة تحسب يا ولد. دقائق جد معدودة بينك وبين الزون القاتل الذي يعتبر زون رابع، حيث الزون الرابع دمتها ليس بالهين بتاتا.
بينما من مكان ثاني كلارك اب يتواجد بصولة وحيدة اوحد، ونقص المؤونة كان واضحا ومتضحا امامنا بشكل كبير. اف بي اي سلطة يتواجد امامنا بعد الاختلاس والاسقاط الذي كتبه قبل قليل على ابو خليل. سولو فيرسس سولو حاليا، ابو عطا يغادرنا على يد اللاعب المجنون، لكن سلطة يخطفه قبل مغادرة البناية. سلطة يضيف في جعبته ونقاطه ثالث النقاط، معناتها تريسا بوينتاز ما اخذها هذا البطل بالمشاهد الماضيه. جي جيز والله، تحركات ترفع لها قبعات الاحترام. نعم، لا جرين تام فينيتا، هذا الذي حدث في هذه اللقطة. ووطن يتلقى الضربة من مين؟ من كلارك في هذه اللحظة الصعبة. وطن يحاول الانطلاق والانسحاب من المكان. هل هو هذا القرار السليم في هذا الزمان، خصوصا أنه البلاي زون تحت ضغط كبير على وطن؟ سلطة يحاول أن يستغل هذا الضغط ليقضي على أحلام وطن الذي يستمر في عملية الروتيشن. 12 لاعب متواجد، 12 لاعب متواجد يا سادة. هنا الضربة المتواصلة المتواجدة من يحيى، استقبال ولا أروع، منهيا للأحلام بضربات كانت قوية. أبو مشعل نفس الزمان نفس العنوان. يا سلام يا سلام. يويو ما زال يحاول، وسلطة ما زال يبحث، والتسع لاعبين ما زالوا يبحثون عن التألق للعلا، هم ذاهبين باحثين بالحماس. معركة شرسة ومثيرة. يا سلام يا سلام. ماذا أنتم صانعون؟ ماذا أنتم صانعين يا أبطال الأردن والوطن العربي يا سادة؟ يمتعون في مباريات صعبة جدا. نتكلم على سولو، فرصة وحيدة للنجاة. فمن سيكون صاحب الوينر وينر تشيكن دينر في المباراة الرابعة لهذه الليلة الكبيرة؟ والله التكهن بمن سيكون صاحب الوينر وينر تشيكن دينر لن يكون بالشيء الهين ولن يكون بالشيء السهل بتاتا، وبالخصوص انه عندنا يحيى ابو جراد محصل على ما يقارب 4 نقاط، دايسون بنقطة وحيدة اوحد يرتكز عليها على مدار المباراة، ومن ناحية ثانية اس سي 6 ساوث لو بما يقارب 3 اقصات. سلطة من صفوف محاربين الاف بي اي ب4 نقاط، يويو نقطة وحيدة. ولكن الجميل في الامر هناك لاعب الذي يبدع كل الابداع بهذه المباراة. نتكلم عن الجي 2 كي جلاديتر الجلاد الذي كسب لنفسه ما يقارب 6 نقاط بالتمام والكمال. اف بي اي سلطة حاليا يحوم فوق احلام دايسون. سولو فيرسس سوني يتم بناؤه على قدم وساق. دايسون يتقدم حاليا، سلطة ممكن نشوف تقدم من ناحيته، ومن ناحية الثانية اس ام جي بمواجهة دي بي اس. بيكات جميلة ناحية اليمين، دايسون يتقدم بدي بي اس. سلطة باي باي حبيبي باي. دايسون يرتكز كل الارتكاز ويكسب لنفسه نقطتين في لمح البصر. جي جي يا دايسون، يا عيني عليه يا دايسون. يا دايسون، ما زال يتألق دايسون ويبحث عن التألق المستمر لأخذ وكسب المباراة التي ستزيد من الحماس في جدول الترتيب العام. إقصاءان هم العنوان، ودايسون بالإيكيام دي بي اس ما زال يبحث وينتظر بعيد على منطقة اللعب. أحمدكو ما زال في المقاتلة، ما زال دايسون باي باي. يحيى يجيك يقول لك وينك ما أشوفك. جلادياتور قريب من الخطوات، دير بالك يا يحيى كيف راح تتعامل الآن. مواجهة مباشرة، اوبن اريا متواصلة، ولكن شوف الدي بي اس أو الاف والكي من الطرفين. يحيى ما زال يواصل يبحث عن الخدعة، عن الضربة المؤذية، ولكن شوف جلادياتور بالجرعة الكبيرة يقرب المسافات. استقبال ولا أروع، استقبال ولا أجمل. يصف الحركات، الضربات، القوة والحماس والجمال هما العنوان، بفن ولحن عربي متأصل متجذر هنا على أراضي كيانوسا بين الأبطال. 4 لاعبين متواجدين. يويو ما زال يحاول بالهيد شوت على مين؟ على اوت 1 اتش بي. كيف راح تتعامل؟ هل سيستغل الريتش الهاي جراوند؟ ولكن ما يرحمش الولد. هذا الولد ما عندوش رحمه، ما عندوش قاموس رحمه. يقول لك انا متواجد، انا صاحب كلام، انا اسم كبير متواجد. تعطي الضغط على مين؟ على يويو الذي سيغادر لا محاله بالبلو زون. حركه وحيده اخيره ستكون هي العنوان. كيف ستتعامل معها؟ باي باي. انتهى الكلام، لتبقى معنا مواجهه اخيره بين لاعبان لا اكثر ولا اقل. 1 vs 1. يا يحيى يطلع في اريا،
اوت لو تي بي اس يحيى وين رايح تي بي اس ما يرحب شوطه وينر تشيكن دينر هنا في عرض مباراة الصعنهوك.